تكملة السالفة طال عمرك. دخل الحاشي وقال والحاشي غير مجتاز الفحص الطبي. حلو. تفاجئت وانغثيت، لا هو بلي ولا عمري شريتها ودخلتها الموقع وقالوا فيها عبث من حرص تحرصين، مع العلم انه نلقى والقله ان شاء الله نلقى عبث، بس انه لا لقينا عبث ردنا عليها، واللي يتجاوز نشارك بمحلنا، احنا نشارك في المنقيه. المهم مالك الطويل دقت على الرجال قلت يا ولد اللي حصل 1 2 3 وهذا تقرير قطر انه معبوث الحاصل. قال يا ولد كيف من هالكلام؟ قلت هذا اللي حصل. وقال يا ولد للتاكيد حنا ما ندري عن اللوم ومن هالكلام. قلت وش اللي تبي؟ مستعد اسوق على الحواس، خاف ان قطر. قلت قطر مغر ربعنا حقين نادي الابل عندنا في السعوديه. قال هم هذول؟ قلت نعم. قال انا لو ودي اضمن انهم كلهم هذول ما عندي مشكله، بس انا خاف ان هذول ما عندهم معرفه للفحص الطبي ومن هالكلام. قلت لتاكيد الكلام وانا اتحمل الحاشي واودي. حملته منك وجيت طال عمرك عند الحواس وفحصوه وقال الحاشي فيه عادل فيه عبث. يعني طلع في التقرير ان الحاشي معبوث وان عبث الحاشي وكل شيء. نعم بعبث الحاشي ما تقدر تفصلنا وش عبث الحاشي؟ ما بدون تفصيل، مستور حال. ودقيت على الرجال قلت يا ولد هذا التقرير، وارسلت التقرير عليه وقلت هذا التقرير الثاني من الحواس معروف. سمعت ولد وقال ابدا ارسل حاشي علي. يعني هو قر بالتقرير؟ قال خلاص ما هي خلصت، لا من حسته موقعين خلاص، حتى لا يرجع للرجال اللي مولده واللي هو صاحب الحوض. رجعت الحلال على الرجال طال عمرك، الحاشي على الرجال واسترجع الدراهمي والحاشي استلمه راعيه، حملته له فوق دنه واستلمه. والله يستر حالنا حاله. بس فيه تنبيه اقوله لاخواني المنافسين واللي بينافسون واللي ما بعد نافسوا، لا تشري المطيه الا وانت فاحص لو من اخوك ولد امك وابوك من غير قصور في الحوات الغانمه. ومن صاحبنا هذا اللي شرانا منه ما ندري وش حاصل له عنده، هي من عامل هي من اي كان ما نصر عليه ولا نعطيه ولا هو في الشكه. مر الامور لها امور. لا تشتري